السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الريكورد التاسع للعبة سبيشال كيس قبل ما اللعبة تبقى finished أو published. في الريكورد دوت كنا ضفنا المدينة اللي احنا كنا بدأنا نشتغل عليها، هو شوية مودلز بيزكس لجزيرة الزمالك، من غير ماتيريالز، من غير تكستشرز، من غير أي حاجة. اتعملت على بلندر، أخويا هو اللي اشتغل عليها على الموديلنج، وحطيناها جوه يونيتي عشان نشوفها الكوليجن بتاع الاوبجكتس هيبقى شغال ازاي، الحاجات دي هتدخل بنفس السايز ولا السايز هيبقى فيه اختلاف، والحاجات ديت بالنسبة للمدينة. بالنسبة بقى للفيتشرز اللي احنا ضفناها في الريكورد دوت، عملنا كذا فيتشر. اولهم ان احنا الباور ابس بقينا بناخدهم من 4 بوينتس شبه التشيك بوينتس كده. اول ما بتاخد اي واحدة منهم ممكن تدوس اف فتستعملها في واحدة مثلا، اما بتستعملها بتلاقيك بتاخد داش لقدام. واحدة تانية اللي هي الصفرة في الأغلب أول ما بتاخدها بتلاقيك بتاخد جامب عالية أوي لفوق. واللي بعدها اللي هي الزرقاء ديت مثلا بتلاقيك بتعمل زي فورس فيلد حواليك، اللي هو دوت بيطير أي اوبجكتس ليها ريجيد بادي حواليك. والخضرة أو اللي هي الخضرة، أيوة، بتلاقيك بتستعمل حاجة اسمها الفاير بول اللي احنا كنا بنستعملها في الفيديوز القديمة. والخضرة طبعا هي اللي بتديك الايه، الباور بتاعة الداش. فتلاقي الخضرة موجودة في ايه، في كل حتة، عشان كنت لسه بجرب الكونسبت دوت. حاجة تانية ضفتها كونسبت الشيك بوينتس اللي هي النقط البرتقاني ديت، نقطة بتفتح لك النقطة اللي بعدها وهكذا. ديت كنت عاملهم عشان ادخل بقى بعد كده الميشنز بتاعة السباقات. ان انت يبقى عندك سباق، فعشان تكسبه لازم تعدي من شوية تشيك بوينتس حوالين الماب. تمام. وديت المفروض ان هي تقريبا الاوبرا اللي موجودة في الزمالك. برضو شوية موديل بيزك بس كويس يعني. ودوت فندق مش فاكر كان اسمه ايه، سوفيتيل تقريبا. برضو شوية موديلز ايه هو اشتغل عليهم عشان نجرب نحطهم في اللعبة. ده طبعا كان ايه، كان فكرة قديمة، بعد كده لغيناها عشان هتبقى كبيرة قوي انها تخلص. السكوب بتاع اللعبة انها هتبقى كبيرة قوي، وفي نفس الوقت بيرفورمانس كبير قوي، ووقت كتير قوي عشان نوصل ان احنا نخلص الجزيرة كلها. وممكن كمان يطلع في النص شوية اوراق قانونية او حاجة تقولك ما ينفعش تستعمل المبنى دوت او ينفع تستعمل المبنى ده وكده. بعدين يعني لغينا الماب ديت وعملنا ماب تانية اصغر شوية من وحي الخيال، هي ديت اللي بنستعملها. هنا كنت ضفت برضو، عدلت كذا حاجة في الوول راننج. الانيميشنز بتاعته اتظبطت وبقى تقدر تنط لورا فبتاخد ارتفاع، بتاخد زي بوش لورا كده. وتقدر كمان في شوية obstacles وانت بتعمل وول راننج ممكن تعرف تعديها. حاجة تانية برضو لما بتيجي تطلع على السمول ستيبس الصغيرة زي السلالم ديت، برضو كنت عدلت في السيستم بتاعها، خليتها بقت تستعمل الريجيد بادي برضو. يعني ما خليتهاش انك بتسناب من بوزيشن لبوزيشن تاني، لا انت هنا بقيت بياخد زي فورس بسيطة في الدايركشن اللي هو ماشي فيه لفوق، بعد كده ياخد فورس تانية لتحت تنزله في الايه، في النقطة اللي هو عايز يوصل لها. عشان لما هو بياخد فورس لفوق بس ممكن تحسه بيطير لما بيجي يطلع فوق سلمة، بس احنا عايزينه يطلع ويقف على نفس السلمة. فديت اغلب الفيتشرز اللي اتضافت. يعني ديت اخر شيك بوينت لما بتاخدها ما بتروحش عشان ما فيش شيك بوينتس بعدها. ديت باور اب اللي هي الحمراء اهي. ديت الزرقاء ما بتستعملها بتعمل باور اب، بتعمل فورس فيلد قصدي، بتطير كل الاوبجكتس اللي حواليك. وبرضه حطينا اللاين تريس اللي خارج من رجله دوت، علشان كنت ساعات وهو بيجري بحس ان الترانزيشن ما بين الانيميشنز بيخلي رجله تترعش شوية. فاللاين دوت جربته عشان اشوف المشكلة ديت بالذات وانا طالع السلالم. وفي نفس الوقت حسيت ان شكله بقى لطيف، يعني احسن من ان رجله تبقى لوحدها كده من غير اي حاجة وراها. ما بتحسش بالافكت بتاع ان هو بيتحرك او إن ليه سرعة اصلا او اي حاجة. فبرضه كان افكت حلو، كان اول مرة اجربه. ودوت برضه موديل لمركب، سفينة كبيرة كنا بدأنا نعمل فيها.
وطبعا ديت بعد ما كانت هتخلص كانت هتحتاج performance كبير قوي عشان تترندر، بالذات لما نعمل بقى بقية الديتيلز بتاعتها. يعني كل اللي ظهر ده لسه الوش بس. سلام.